الإخوة يسألون عن الصلاة والجمع الصلاة والقصر. هو الأصل في هذا كله أن ينظم ويحسم قبل أي لقاء. يجيو الإخوان فتوى ديال عز الدين التوفيق ولا ديال القرضاوي ولا ديال المبغاو وصافي وتنظم، لأن من الناحية الشرعية يجوز هذا ويجوز هذا والأقوال. فإدارة المخيم أو الملتقى أيا كان، لأنه دائما كنوجد هذه المشكلة عاد. والبارح مع الإخوان ديال أطور الغاد أيضا نفس السؤال. هذا من جهة. إذن الآن إذا كان نسبة من المقيمين دائما موجودة نسلم الأمر للمقيمين ما دمنا نصلي جماعة. أما اللي ما تأتلوش يصلي جماعة فصلى منفردا فهو يقصر ما دام مسافرا، يقصر ما دام مسافرا. أما صلاة الجماعة التي ستقام فتقام على أساس المقيمين والإمام المقيم ويحسم الأمر على هذا. الجمع إذا احتيج إليه احتياج ملح في ظروف الأسباب تنظيمية أو كذا، وإلا الأصل يعني تقيمون كل ما دام احنا غادي نقدموا المقيمين. إذا قدمنا المقيمين فنحن وراءهم. ومعذرة مرة أخرى لما بقي أسئلة مكتوبة هي